يا زياد، عاوزين احنا نوقع الشجره دي، واخد بالك، عشان الحيطه دي مايله عشان نبنوها. ماشي. ماشي. قولي، إيه الشجره دي هتاخد عليها كم نفر؟ دي كل المنطقة دي كلها انت عايز توقعها طبعا. ما انت معاك الناحيه الثانيه في شجره والناحيه دي في شجره هاي، عشان انا عاوز ابني الحيطه دي. يبقى 30 نفر دي. كم؟ 30 نفر. طب ما كتار يا زياد والله. اما 30 نفر عليها قول 5 بدل، امم وخمسة يجيبوا الطوب، امم وخمسة يودوا، وخمسة ماشي، بس احنا دلوقتي عاوزين نقطع الشجره الاول. ما نقطع الشجره الاول. نقطعها السنة ب5 تنفار علي. ها؟ 5 تنفار. ماشي. طب اقول لك ما تخليهم 20. يا عم الحاج، انت زي ما انا قلت لك عشان انت ما تضينيش ولا انا ضدك. طب مش ابنك يا كلام. خلاص، اخر كلام، اخر كلام 25. 25. مالك حد مالك مالك حد مالك 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 انت هتموتني. مالك حد انت هتموتني. مالك حد طلع عليك مالك عم الحاج مالك انت هتموتني. اديبك دكتور عم الحاج مالك عم الحاج مالك اديبك دكتور. طيب قوم بس يا عم الحاج، قوم يا عم الحاج، قوم يا عم الحاج، قوم اديبك دكتور يا عم الحاج، اديبك الدكتور افديك من حياتي يا عم الحاج. قوم يا ولدي، قوم يا عم الحاج. ده ولدي ما عملوهاش قوم دول. يا عم الحاج مالك عيالي ما عملوهاش. والله عيالي عليك مالك. سابوني ومشوا. مالك عم الحاج اسم الله. سابوني وهربوا مني. ليه مال عم الحاج؟ سابوني. قصة طويلة ولدي، ما ينفعش احكيها لك. حقه جنب الحقه. ما ينفعش احكيها لك. مالك عم الحاج مالك؟ انا فديت ولدي جنب كلي، اديته كليتي عشان يعيش. اديته فردة من الكلية بتاعته عشان يعيش. ايوه مالك. والله عليك اديبك الدكتور. طيب اديبك الدكتور. انت صايم لو كده اديبك دكتور. طب تشرب ميه. بعد ما عملت العملية وديت الولدي فردة الكلية بتاعتي. قال انت شهور بس يا ولدي، وقدر الله ينفذ. والله عليك. ولدي اللي اديته فردة الكلية بتاعتي، ولدي اللي اديته المفروض يكون جنبي، يفديني بروحه، يوديني الدكتور، يعالجني، يوقف معاي. سابني وقال لي ولحني. كانت الحمد لله معايا فلوس، وخدت البيت ده اللي شفته انت، وراح مطلعني من البيت الثاني. طب يا حد انا عاملها لك. والله عليك. وراح ملححني من البيت. ولدي اللي فديت عمره عشانه، فديته معيش غيره. والله عليك. قال لي اطلع. تبع مرته اللي عصته علي. ولدي الاول، ولدي كان تحت رجلي. اتجوز يا ولدي، اتجوز. جنت هتتقطع قطيع. جنت هتموتني. جنت هتموتني، تقطعني قطيع يا وي. مش هينفع الدكتور يا ولد. بقول لك يا حاج عشان اللي شفته قدامني هاخد دول احسبها ب 10 طنفاي. ما ايش لك حالك. ربنا يخليك ب 10 طنفاي بس. ربنا يخليك. وانا ادفع الباقي من دب. تبع مرته مشى ورا مرته، وراح رميني ورمى خلقاتي برا البيت. طب ما الحياة لك سرحة. الحياة مع تبع ده، لا مع تبع الحياة. ده جزاك اللي تبع الحريم يا ولدي. والله عليك اقول يا عم الحاج مالك يا ولدي. طب اعيش معاك انا يا عم الحاج. انا وحيد، انا اعيش معاك. تعيش. الحقني يا زياد. معدتك هتتقطع، جنبتك هتموتني. قل معي قل معي. انتوا احسن من عيالي. انتوا اكتر من عيالي. عيالي ما عملوش كديتي. انتوا الغرباء عني عملتوا كديتي. ولدي من صلب رماني. ولدي من صلب رماني. نعملوا كل حدا ونحن نعيشوا معاك. كانت قصتنا انه الابن بيرمي ابوه برا الشارع بعد ما الاب يكون فدى ابنه بحياته، اداله حته من كليته، اداله حته من جسمه، اداله حته من اعضائه. قوم يا زياد، قوم يا كريم. الابن بيرمي ابوه في الشارع بعد ما ضحى عشانه.
بعد ما ضحى عشان ابنه فداه بروحه. كانت دي قصتني وكانت دي ما تنوعني. فهنسيب الكلمة ليك يا زياد. فمحدش يتبع زوجته في أي شيء، تعصيه على أبوه، تعصيه على أمه، تعصيه على إخواته، تعصيه على ناسه. محدش يتبع زوجته إنه تقول له أبوك في كذا وفي كذا وفي كذا. أبوك اللي فدى حياته كلها عشانك، عشان مرتك ترمي أبوك في الشارع، عشان مرتك تخلي أبوك ينام في الشارع. فهنسيب الكلمة لزياد. تفضل يا زياد. اوعوا بدا تتبعوش كلام الحيم. الحيم دي خلي بالكم هتخرب البيوت كلها دي، تخرب البيوت العمراني. يعني يمكن تخرب الاماكن دي كلها، يمكن تخربها. اوعوا تتبعوش ولا تتبعوا على امكم. قالتكم امكم شتمتنا ولا ابوكم ولا اي حد، ولا طب ماشي زي صح، بعضه. اروح اشوف ابويا كلامك صح. ونتفاهم. كلامك صح. اوعوا تتبعوش كلام. اول ما مثلا ما تحكي لي اقوم على ابويا على طول اضرب فيه خلاص. اوعى. فتحياتي الكريم وتحياتي لزياد، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان يجمعني، واستنونا كل يوم حلقة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.